في النهايه خالص تحط ايديها على كل النفط اللي في الخليج من غير ما تضرب ولا رصاصه قائد من القوات الامريكيه في الاراضي العربيه ضد دوله عربيه. البلدي كده ان هو مش هيسيب اسبانيا في حالها، على ان الخليج لازم يضرب ايران. يورينا قد ايه التحالف والاتحاد بيولد القوه، مش بالسهوله اللي الناس متخيلها. الموضوع خطير جدا لو كان هدفهم تحرير الشرق الاوسط، طبعا الموضوع هيعم على كل البلاد. وطبعا الاجندات الدوليه لامريكا واسرائيل قد يكون ان هي في تدمير الشرق الاوسط بالكامل. ليهم اجندات اكتر من ان هم يضربوا ايران وخلاص. امريكا هي هدفها ان هي هتوقع ايران، يعني هتوقع ايران. اسبانيا ضد امريكا واسرائيل من ان هي تستخدم القواعد العسكريه بتاعتها من الاراضي الاسبانيه ضد ايران. ده طبعا كان موقف تاريخي بالنسبه لاسبانيا، وطلعت اسبانيا وقالت ان هي بتتحدى اي حاجه واي تهديدات، في المقابل ان هي شايفه ان الحرب اللي على ايران دي حرب مش شرعيه، وان دي ضربات من امريكا واسرائيل غير قانونيه وغير شرعيه ضد ايران نهائي. اسبانيا رفضت بشكل قاطع ان هي تستخدم اي قواعد عسكريه من اراضيها ضد ايران او ضد اي حرب غير شرعيه. طبعا ده خلى ترامب يغضب غضب شديد جدا من اسبانيا، وقال ان هو متضايق من اللي حصل وضد ايران، وان هي تساعد معاه في الموضوع بتاع حرب امريكا واسرائيل على ايران. وبناء عليه سحبوا طيارات من القواعد العسكريه في اسبانيا، وتوعد اسبانيا وهددها بان هو هيوقف كل العلاقات الدوليه ما بينه وما بين اسبانيا والتجاريه. بالبلدي كده ان هو مش هيسيب اسبانيا في حالها، بناء على الموقف اللي خدته ضد امريكا وضد اسرائيل في ان هي تحارب او تضرب ايران. لكن طبعا نروح للمثل الاعظم واوروبا. الاتحاد الاوروبي طلع وقال ان احنا مش هنسمح لامريكا ان هي تقف ضد اسبانيا، ولا ان هي تفرض عليها عقوبات، ولا ان هي تقطع معاها اي علاقات تجاريه. بالنسبه لهم اسبانيا جزء لا يتجزا من اوروبا، وبيتكلموا ان هم هيفضلوا واحد، واللي يمس اسبانيا بيمس اوروبا كله. بيقول ان هم كلهم في مركب واحده، لازم زي ما تتعامل اي دوله في اوروبا تتعامل زيها اسبانيا. وده طبعا ياخدنا لمثل كبير جدا بيورينا قد ايه التحالف والاتحاد بيولد القوه. احنا طبعا بالنسبه لنا كعرب وبالنسبه لنا كدول افريقيه او في الشرق الاوسط، لو عندنا التحالف ده والقوه دي ما كانش حصل اللي حصل في ايران ده، يعني لا شك فيه. عكس بقى ما استخدمت او سمحت الدول العربيه بشن هجمات على ايران من القواعد الامريكيه في الاراضي العربيه ضد دوله عربيه. شوفوا الفرق كبير ازاي. لكن طبعا مؤخرا، يعني هي اتاخرت شويه ولكن مش قوي، ممكن قد تكون ملحوقه شويه. الامارات طلعت وقالت ان احنا مش هنسمح لضرب ايران من اراضينا. ممكن يكون الموضوع جه متاخر شويه، ولكن يمكن فاقوا. ان طبعا ليه بقى ده هياخدنا للنقطه الثانيه في الموضوع، ان امريكا واسرائيل ليهم اجندات اخطر من ان هم يضربوا ايران وخلاص. امريكا هي هدفها ان هي هتوقع ايران، يعني هتوقع ايران، يعني الضرب والحرب، يعني هي تستسلم نهائي. فطبعا الاجندات الدوليه لامريكا واسرائيل قد يكون ان هي في تدمير الشرق الاوسط بالكامل، مش موضوع ايران وبس. ده طبعا ليه تحسبات كتير، مش بالسهوله اللي الناس متخيلها. الموضوع خطير جدا لو كان هدفهم تغيير الشرق الاوسط، طبعا الموضوع هيعم على كل البلاد. ودليل على كده ان الامارات لما طلعت وقالت ان احنا مش هنسمح بضرب ايران، والسعوديه لما قالت كذا دوله عربيه، وطبعا ده بيخلي اي دوله في الشرق الاوسط ان هي تكون على استعداد تام لاي سيناريو من ده. لان طبعا امريكا واسرائيل لهم الفتره الاخيره على ان الخليج لازم يضرب ايران، يعني هيشتغلوا طول الطرق. والحقيقه ان الخليج لازم يضرب ايران باي شكل من الاشكال. ولكن طبعا مؤخرا فهمت الدول العربيه، او في مدبر عقل للدول العربيه اشتغل على الناس ان تراجع الدول العربيه عن ان امريكا تشد هجمات على ايران في الاراضي العربيه، لان دي طبعا فتنه كبيره بتحصل ما كانش حد حاسس بيها. وطبعا في حاجات كتير بيقال ان اسرائيل شنت هجمات على دول عربيه بهدف ان تقول ان ايران هي اللي ضربتها، ولكن لسه ما فيش اي تاكيدات من الموضوع ده. ولكن في النهايه بنقول ان التحالف يولد القوه، والتحالف والتماسك والترابط يخلي اي حد مهما بلغت قوته يعمل ألف حساب التحالف ده. طبعا ده اللي حصل من الاتحاد الاوروبي في صف اسبانيا رغم ان هي وقفت ضد امريكا. ده طبعا مثل كبير بيتضرب في العالم كله، موقف تاريخي طبعا لاسبانيا ناحيه ايران وناحيه العالم عموما والشرق الاوسط كله، لان ده ممكن يكون سبب في تغيير مجرى الحرب ضد ايران والشرق الاوسط. ممكن يعطل حاجات كتير، لان النهارده المانيا واخده موقف كبير من كون ان امريكا هدت اسبانيا، بتقول ان احنا لو مش هنشتغل مع بعض اصلا نهائي فده بالنسبه لهم بناقص مني، طالما انتوا هتضايقوا اسبانيا، لان اسبانيا جزء لا يتجزا من اوروبا. نرجع لحته ان امريكا كانت بتشتغل هي واسرائيل الفتره اللي احنا فيها وما زالت شغاله عليها، ان الخليج لازم باي شكل يضرب في ايران. ده بالنسبه لهم
ان هي تشوف الخليج بيضرب في ايران، فطبعا ده هيزود العداوه ما بين الخليج وايران. طبعا اكيد ايران مش هتسكت، هتشتغل على الهجمات والضرب وعلى التخريب الداخلي جوه البلاد. فطبعا ده بيفكر امريكا واسرائيل ان هي تشتغل على ده كتير، ان هم يضربوا في بعض، عايزه الخليج او الشرق الاوسط كله يولع، وهي تيجي في النهايه خالص تحط ايديها على كل النفط اللي في الخليج من غير ما تضرب ولا رصاصه تاني. طبعا ده دي مخططات كبيره جدا واهداف واجندات دوليه كبيره جدا، ولكن في النهايه انا واثق ان في عقل مدبر للعرب كله بيقود العرب في اللحظات الاخيره وبينقذ المنطقه والشرق الاوسط كله. بتكون مين هي العالم المدبر للشرق الاوسط وللعرب كله، اللي المفروض كان العرب كله يكون تحت قيادتها من بدر وتحت رايتها. ربنا يسترها الفتره اللي جايه ويمنع الحروب ويشيل كل الكوارث، ونتمنى ان مفيش مشاكل في المحيط القدس والموضوع يتفتح. يا رب دايما معانا ومع مصر ومع كل اخواتنا في العرب والشرق الاوسط وفي العالم اجمع. دمتم في رعايه الله. سلام.